Venezuela. En este momento vemos entonces la condecoración a cargo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, así como también secretario general del Frente Polisario con la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase. Además, realiza en este momento la entrega de la réplica del sable victorioso de Carabobo y de la lealtad del general en jefe Rafael Urdaneta. Vemos allí entonces la entrega de la réplica del sable victorioso que hace entrega el presidente Nicolás Maduro Moros al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática Brahim Ghali desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Un encuentro que se realiza a esta hora. Vamos a escuchar ahora parte de lo que se celebra acá en el Palacio de Árabe Miraflores. Saharaui Democrática. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، فخامة الرئيس وصديقنا العزيز، أجدد الترحيب بكم والوفد المرافق لكم في الجزائر. جمهورية فنزويلا التي نتقاسم معها رصيدا ثريا من العلاقات التاريخية، علاقات طبعها الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعن حقوق الشعوب في الحرية والتنمية، كل هذا بعيدا عن الرواسب الموروثة عن عهد الاستبداد والاستغلال والظلم. فنزويلا والجزائر تشتركان في نضال شعبيهما من أجل الحرية ومناهضة الظلم والاستعمار، ويجمع بيننا حتى يوم استقلال، نحتفل بالاستقلال. فنزويلا تحتفل باستقلالها يوم 5 جويلية ونحن كذلك. لقد تحدثنا عن أمهات القضايا المطروحة حاليا في الساحة الدولية، بدءا بالقضية الفلسطينية، فاتفاقنا تام على أساس كفاح أو النضال من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف. نفس الشيء بالنسبة للصحراء الغربية، فاتفقنا اتفاق تام على أساس مساعدة الشعب الصحراوي للحصول على استفتاء تقرير مصيره واستقلاله. بالنسبة لليبيا فيه نفس الاتفاق كذلك على أساس سماح للشعب الليبي الشقيق أن يقوم بانتخابات تسمح له بانتخاب مسؤولين جدد لهم شعبية ولهم شرعية شعبية لبناء ليبيا مثل ما يريدونه. بالنسبة للعلاقات الثنائية اتفقنا كذلك على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية، وإن شاء الله فتح بعد شهرين فتح خط جوي بين كاراكاس والجزائر. هذه بصفة عامة الشيء اللي اتفقنا عليه، وشكرا.
سيد رئيس، شكرا. ما هي رسالتكم إلى شعب فنزويلا الليلة؟ طبعا المدنيون لديهم أسئلة كثيرة، ما هي رسالتكم إليهم؟ سيكون لديكم سلام وعدالة، ستحظون بتلك الخيرات التي حرمتم منها لسنوات طويلة. سيكون هناك سلام وأمان وعدالة، وستعود إليكم بلادكم حقا، بلاد عظيمة. لو عدنا إلى 20 سنة أو ربما أكثر كانت دولة عظيمة ودمروها. تذكروا طبعا لو خسرنا الانتخابات ففنزويلا كانت لتكون مشكلة عظيمة. لو خسرنا الانتخابات في 2024 لكنا عانينا كثيرا. لو نظرنا إلى الحدود من 2020 وما فعلوه مع إدارة جو بايدن، ما فعلته لبلادنا لا ينبغي أن ينسى. ولكن طبعا الآن لو حدث ذلك فسنكون في مكان فنزويلا. لو انتصروا ربما سنكون فنزويلا فقط، فنزويلا ضخمة.